عن الجنس كلنا نسيبه ونبني دولة بتاعنا كلنا. إذا نقول السودان لازم يكون دولة عربية ناس ما بيشوف كلام ده كغريب، لكن إذا أنا قلت أسا نسبة لناس فور في غرب السودان وناس فور قاموا بحركة ويقولوا السودان لازم يكون دولة فوراوية، الحاكمين في خرطوم بيقول دول ده مجنون شيلوا للمستشفى. فالتفرقة عن الجنس ده كلنا نسيبه ونبني دولة بتاعنا كسودانيين من كل القوميات. هذا مطلب منطقي. فكلام بتاع وحدة السودان الحقيقية بشمل كل زول، عشان ما في زول يفتكر انه هو سيبه برا. تمشي خرطوم، انت من الغرب، انت من الشرق، انت من الجنوب، انت من الوسط، انت من الشمال، مواطن سوداني جاء خرطوم وخلاص. بطالب تو شنو؟ نشاكل نفوسنا عشان كلام ده؟ لا، ما منطقي. ربنا ذاته ما بوافق. يوم داك وكربنا خلق نحن كلنا، مش خلق عرب وخلق نوير وخلق شلوك وخلق فور وخلق حداندوة، خلق ناس ديل كله. ومنو حق منو يقول ربنا كان غلطان؟ نحن بيبني الحركة بتاعنا مبني على حقائق، نحن ما بكذب لأي زول. فنحن بنؤمن بوحدة السودان. وحدة السودان الفوق كل الناس ما بتجيب شكل تاني، ونحن بيحقق وحدة ده ونبني دولة بتاعنا على العوس الصحيح. فده نسبة للوحدة. بالنسبة للدين، احنا ما عندنا مشكلة مع دين. انت عاوز تكون مسلم اهلا وسهلا، ده حق بتاعك. انت عاوز تكون مسيحي، ده حق بتاعك. ما ربنا واحد، ربنا ما مسلم ولا مسيحي. ربنا ما طائفي، هو ما مسيحي ولا مسلم، هو ربنا واحد، ونحن كلنا انا بؤمن بربنا. فالدين ما يفرق ناس. المجتمع السوداني فوقه أديان، صح؟ المسلم